انا دلوقتي في كنز من كنوز سوق السلاح، شغل الرتان والبامب الطبيعي عند ايمن. عندك ايه بقى يا ايمن؟ عندي شغل طقم اسمه طقم فتى الحمامة، وعندي كرسي اسمه كينج ماريوت، وعندي كرسي اسمه كرسي شريهان اسمه طقم فتى الحمامة. ده بامبو طبيعي. ليه آه، بقى اسمه فاتن حمامه؟ هو يعني كرسي من الكراسي القيمة في البامبو الطبيعي. وبحكم طبعا ان احنا بنحب مدام فتى الحمامة، فبنطلق على الكراسي اللي هي القيمة مثلا اسامي ناس بنحبها. وبالفعل انا جت فتى الحمامة واشترت مني، بس الكلام ده من 20 سنة. اشترت مني، كنت شغال في معرض في رمسيس. ده كان اسمه معرض البربري، اشتغلت فيه وفعلا دخلت فتح حمامه، وكنت لسه بتعلم كمان، والكلام ده من 20 سنه. واشترت مني بالفعل طقم وكده. وحصل ساعتها بيني وما بينها موقف كده، كانت قبل ما تموت الله يرحمها، وحصل ما بيني موقف بيني وما بينها. قلت لها حضرتك احنا عندنا كرسي بنفس الاسم على حضرتك، فين؟ شافت الكرسي قالت لي لا بس انا صغيره وده كبير قوي الكرسي، وضحكت معايا الله يرحمها. ويعني من المواقف اللي الواحد برضو ما ينساهاش. يعني ده اسمه كرسي رتان، ده حضرتك كرسي رتان اسمه كرسي كينج ماريوت. ليه اتسمى كينج ماريوت؟ باسم الفندق اللي اتعمل فيه الشغل ده، فتسمى على اسمه. اختاروا الستايل ده، فسمينا الاسم اول ما اتعمل الستايل بتاعهم، فسمينا الكرسي على اسم المكان. تمام حضرتك؟ مم. فاتشهر بكده. في ناس يقولوا عليه حوض، وفي ناس يقولوا عليه كينج ماريو. واخد بال حضرتك؟ ففي اسماء طلعت، يعني طالعه في اللي على الكراسي الرتان وكراسي الدباره وانواع بقى اشكال.